السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفلوق جديد. هنا سفري إن شاء الله من كازا فواياجور إلى طنجة، عروس الشمال عبر البراق. هنا جاتني السفرة على غفلة، قلت من الخير، ولكن بالنسبة في شهر 8 ترونسبورات ما شاء الله كلشي بنادم غادي مسافر، كلشي خارج. جيت لكازا فواياجور على اني غنقطع في تي جي في. كلشي تقريبا معامرين. جيت انا الصباح بكري، يعني عطاتني بالنسبه للموعد 11، ولكن اللي عنده الوقت من الاحسن يقطع. باش يقطع بثمن ناقص خاصو يقطعو بجوج سيمانات، يقطعو يعني غيمشي ب89 درهم، ماشي بحال انايا مشيت ب246 درهم، يعني الثمن طالع. الا بغيتي تقطعي سور بلاص 200. وبالنسبه للتوقيت من كازا فواياجور لطنجة المدينه عندك 2 ساعة و10 دقائق. هذا بالنسبه للتفاصيل ديال السفر. وبالنسبه ل 89 درهم خاصك تقطع قبل، وكيكون قل من التران العادي. وإلا قطعتي سور بلاص راه كيكون غالي، هذا هو الثمن اللي قلت 246 درهم. ولكن بالنسبه للسفر كيكون ممتع، وكيكون يعني ما كتحسش بالسرعه اللي غادي بها البراق. وخا تبارك الله راه السرعه ديالته كتكون مجهده، هو غادي بسرعه 320 كيلومتر في الساعه، ولكن راه ما كتحش بيه نهائيا. وفيه الكليمه ومريح مريح بمعنى الكلمه، يعني حتى الطواليطات فيه موجودين. بالنسبه للكراسه مريحين، يعني كل بالنسبه للناس وبالاخص الا عندهم شي مرا كبيره او لا راجل كبير، بالنسبه للوالدين او بالنسبه لاي شخص معاكم كبير في العمر. مازال حنا الصغار واخا التران العادي زحام هذا ماشي مشكل، ولكن بالنسبه للناس الكبار راه كيمشيو مرتاحين وكيمشيو فرحانين. لان بالنسبه للميمه الله يخلي لكم مواتكم، مشات اعجبها ومشات مرتاحه فيه ومشات فرحانه، والا هي فرحات راه حتى انا بالمثل راه كنكون فرحانه. حسيناش بها كما قلت لكم، ساعتين ديال الطريق. احنا على بركه الله احنا وصلنا لمحطه طنجة المدينه. يعني كاين واحد الاختلاف كبير بزاف، يعني بالنسبه للازقه، بالنسبه للشوارع، يعني بالاخص ديال طنجة. راه الدنيا زوينه ونقيه. اسم على مسمى عروسة الشمال فعلا، وإلا ما هي عروسة الشمال. هنا خديت لكم بعض اللقطات من الطريق وإحنا غاديين. هنا كما قلت لكم أنا وصلت للمحطة. والمحطة بالنسبة لمحطة طنجة كبيرة، فيها القهاوي وفيها ماكدونالد وفيها سوشي وكاين مينيسو كاينه مروه. سوبر مارشيات، القهاوي، كاين واحد ليسباس كبير فين تاكلوا وفين ترتاحوا. وهنايا بالنسبه للاوطيلات اللي مقابلين مع المحطه ديال طنجة، هنا كاين يعني ما تلفوش. حتى بالنسبه اللي وصلتوا واخا تكونوا اول مره وصلتوا لمحطه طنجة كلشي باين. عندك طريق وحده اللي غتمشيو فيها نيشان كتلقاو فيها البحر، طريق كورنيش حتى المدينه القديمه. وكاين على رجليك تقدر تمشي على رجليك الا ما كنتيش هاز الباجاج. وبالنسبه للجهه الثانيه كاينين لوبيس، وكاينه الجهه الاخرى كاينين فيها الطاكسيات والطوبيسات بزاف، يعني ما عندك فين تلف. حنا مشينا هنا دقه دقه غاديين نتساراو غاديين كنتمنطرو. طريق لا كورنيش كلها بحر وما كتحسيش بالطريق نهائيا. هنا كنت شريت الوليدات ماكدو تغداو على خاطرهم، عاد شدينا كملنا الطريق. وهنا بالنسبه للمنظر ديال البحر رائع. بيني وبينكم مدينه طنجة من بين المدن اللي عندهم واحد المكانه خاصه في قلبي. كلشي فيها زوين، نقا ديال الجو،
وكلشي كلشي، ما عرفش واش كاين اللي غيشاطرني الرأي ولا لا، ولكن مدينة طنجة رائعة صراحة. هنا كيف كتشوفوا هنا بدا المغرب، يعني أجواء مسائية. هنا الناس أغلبية كلشي خارج كيتسارى وكيتستمتع مع هاد الجو، مع في العشية بدا عاد الجو كيزيان، كلشي خارج. يعني عندهم هاد لاكورنيش كيكونوا مسابقات ثقافية، كيكونوا أغاني، كاينين ساحة، يعني كل ساحة باش مختصة بالألعاب الترفيهية. يعني عندك فين دور وفي أمان، ما عندك مناش تخاف. وكاين الاحترام ديال قانون السير، يعني الأسبقية للراجلين. يعني هاد البلاصة تقريبا هي الوحيدة اللي يعني ما كايناش في المدن الأخرى. الأسبقية الراجلين يسبقوك ضروري يوقفوك، أي طوموبيلة واخا تكون كيما بغات تكون، الراجلين هما الأولين. هنا هاد السيارة يعني دايرها على شكل كيبيع الدبوش، ما عرفتش هنا كيفاش كيقولوا ليها طنجاوة، ولكن رائع. واخا دايرين 12 درهم الزلافة، ولكن واحد البنة واحد المذاق اللي أكثر من رائع الصراحة، وعليه الإقبال كبير يعني. وهنا بالنسبة لهاد ساحة 9 أبريل كاين هاد التمثال في هاد الجردة. يعني إلا شتي أنا كنسحبو، يعني ماشي إنسان يعني كيتحرك، كنسحبو أنا تمثال محطوط أولا، ولكن لا، هو راه غير يعني هاد الصباغة اللي على وجهو والبيكالا وهذا، ولكن إنسان كيتحرك عادي وكيتصور مع الوليدات، أغلبية هنا كياخدو لقطات معاه. وهنا اليوم الثاني في طنجة. في الصباح بالنسبة للأوطيلات خاصني نذكر لكم بالنسبة للأثمنة. هنا الأوطيلات كاملين متفقين في المدينة القديمة. الأوطيلات 150 درهم للشخص، أي أوطيل كما مشيتي ليه 150 درهم للشخص. يعني كنتو 3 450 درهم، كنتو 2 300 درهم. يعني متفقين ثمن واحد، وبالأخص اللي قلتي ليه على الثمن كيقول لك هذا شهر 8. هذا هو الثمن اللي كاين في طنجة، يعني يكذب عليكم الكاذب يقول لكم قل من هاد الثمن، 150 درهم للشخص الواحد. شهر 8 بزاف ديال السياح بالنسبة للأجانب وبالنسبة للمغاربة، يعني عليها واحد الإقبال كبير طنجة وتطوان وانت طالع. ولكن بالنسبة للأثمنة يعني كل شيء الثمن طالع. هنا كيف كتشوفوا الأزقة، وبالنسبة كلها أوطيلات. هنا فطرنا في واحد القهوة قريبة للأوطيل فين نزلنا، والأزقة ديالها روعة صراحة. وكيف كتعرفوا طنجة هي عروش الشمال اللي كتطل على 2 واجهات بحرية، الأولى على البحر الأبيض المتوسط والثانية على المحيط الأطلسي، وكتعتبر المدينة الأولى من ناحية عدد السياح اللي كيجيو ليها، وحتى الناس من المغرب كيجيو يزوروها في فصل الصيف صراحة، لأنها كتستحق الزيارة.
الناس اللي بغات تسارى مدينة طنجة وفي وقت قصير، كاينه هاد الحافلة السياحية اللي كتسراوها في وقت قصير وكتعرفوا أهم الأماكن وبطريقة مريحة وثمن مناسب. هنا الحافلة السياحية جات حدا مرسى، وكاين حدا مسجد سمو الأميرة لاله عبلة. هنا فين كتكون التور ديالها، نقطة الانطلاقة ونقطة النهاية ديالها. عندها نقاط اخرين فين كتوقف، ولكن بالنسبة اللي بغى يقطع التيكي او لا يعني اللي جا من محطة القطار المدينة القديمة، هذه هي نقطة الانطلاقة ديالها. وكيعطيو فيها هاد الكيت، وكيعطيو فيها والتيكيت اللي كتقطعو. هنا لقينا الناس كثيره بزاف. التيكيت عندك فيها كدير فيها 2 جولات، تقدري ديرها في 48 ساعه، ماشي بالضروره في نهار واحد. كاين قطار اولا حافله الاولى كدير جوله في المدينه، والحافله الثانيه كدير جوله خارج مدينه طنجة. هنا اللي مفرحني غنعيش هاد التجربه مع عائلتي الصغيره. هاد الحافله السياحيه راه مفتوحه من الفوق، كتساريكم مدينه طنجة وحتى المناطق خارج طنجة، بحال كاب سبارتيل واشقار والغابات والرميلات ومغاره هرقل. كيعطيكم واحد الكتالوج مكتوب فيه كلشي، يعني كتعرفوا كاع المناطق اللي غتزوروها. والثمن باش تركبوا 80 درهم الكبار بالنسبه للمغاربه، حيت ثمن الاجانب بوحدو بالنسبه للمغاربه 80 درهم، و40 درهم لذوي الاحتياجات الخاصه، و40 درهم للوليدات الصغار. ولكن اللي اقل من 6 سنوات كيمشيو فابور. وكاينه هاد البلاصه اللي كيقطعوا فيها التيكيت حدا ميناء طنجة، غير للتاكيد حدا ميناء طنجة. هاد الحافله السياحيه ما غتلقاوهاش في مدينه اخرى، وهي نفسها اللي احتفلوا فيها المنتخب المغربي. هنا كان باقي عندي الوقت باش نركب الحافله
مسجد سمو الأميرة لاله عبلة. توضيت الله يتقبل وطلعت باش نصلي 2 ركعات، ونديروا تذكير للدعاء ديال دخول المسجد. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. هذا هو الدعاء. ودخلت صليت 2 ركعات الله يتقبل قبل الأذان، تحية للمسجد، ودرت واحد الجولة خفيفة. هاد المسجد جا حدا المرسى جديدة. مني صليت الظهر الله يتقبل، البنيته بغات تغدى قبل ما نركبوا الحافله، لان عندك الوقت الكافي. ولكن بالنسبه للتوقيت، حيت الحافلات الاغلبيه لقيناهم عامرين، يعني هي كتعطيك الوقت ما عادش تركبي. هو الحافله كتبدا مع 9 الصباح وكتنتهي مع 6 ديال العشيه، يعني عندك الوقت، عندك التيكيت، تبقاي محتفظه بالتيكيت، عندك 48 ساعه اي وقت تركبي فيه. وحتى بالنسبه للرحلات يعني تقدري تكمليها ديال خارج المدينه وداخل المدينه في نهار واحد، تقدري تخلي تل الغد لي. وبالنسبه حيت مشينا وكان الحال سخون، ضروري من لي شابو ديالكم وبالنسبه لوليداتكم. اول محطه كنطالقوا منها كندوزوا على كورنيش ديال مرقله، كنستمتعوا بالبحر الابيض المتوسط. وكاينه في الزاويه الاخرى المدينه القديمه. وانا غنختصر لكم مراحل وانتم كتستمتعوا معايا بالبحر الابيض المتوسط. كندوزوا على مركز تجاري ديال سوكو التو، ومن بعد كنواصلوا على القصر ديال السعودي اللي المنظر ديالو رائع بحال في سويسرا. وانتم كتشوفوا الخضوره. وكندوزوا على منتزه ديال الرميلات اللي معروف فيه الغابه والريستوات كيكونوا تحت. وكنطلقوا لطريق كاب سبارتيل، البلاصه زوينه للملتقى ديال البحر الابيض المتوسط والاطلسي. كينزلوا كيديروا التصويرات، كيبقى تما كاين 5 دقائق. وكنواصلوا طريقنا للمناره ديال كاب سبارتيل، كنوقفوا حتى هي وكناخذوا فيها التصاور، وكنبداو نطلعوا حتى كنوصلوا للمغارات ديال هرقل. وهانتوما معايا كاع المراحل هانتوما غتشوفوها، هي مغارات هرقل.
وصلنا لمغارة هرقل. كتقطعوا فيها التيكيت. كاينين جوج بلايص، كاينين جوج مغارات، وحده ب10 دراهم وحده ب5 دراهم للشخص. هنايا كان الناس كتيره بزاف، وكان شي وفد اوروبي كان نازل. قالوا لنا اللي بغى يصبوا المغاره ديال 5 دراهم اللي كاينين فيها، هي مغاره ثقافيه وكيديروا فيها التصويرات، اغلبيه كيديروا فيها التصاور وكيخرجوا منها، وفيها قناوه حتى هي عامره بزاف. يعني حتى التصوير ما تقدريش تصوري على راحتك، لان الا بغيتي تصوري كتصوري الاشخاص اكثر ما كتصور شي حاجه عجباتك. كاينين فيها شي بلايص يعني كتستاهل الانسان يتصور و... ولكن الناس كثيره بزاف. لقيناها عامره لان المغاره الاخرى كان فيها وفد اجنبي كنتسناو بمخرج، ولكن طنجة هاد العام عليها اقبال كتير ما شاء الله، فيها الناس بزاف. هنا من بعد ما سالينا الجولة ديالنا خرجنا المحطة ديال الحافلة السياحية، وكنا كنتسناو وهاد المشيشة
بقينا مسلين معاها حتى جات الحافلة. ودابا مع غروب الشمس تحرك واحد البرد ما شاء الله، يعني كاع الناس اللي راكبين الفوق مع الحافلة فيها جوج طبقات، الطبقة الأولى والطبقة الثانية تحت. تحرك البرد ولكن الجو زوين. حتى المنظر بالليل غير عكس المنظر بالنهار. الحافلة الأخيرة اللي غنرجعو فيها غنديرو فيها روتور طريق كاملة حتى لميناء طنجة منين ركبنا في الأول. هنا من بعد ما وصلنا لميناء طنجة الأجواء بالليل لقينا واحد الساحة دايرين فيها سهرات ليلية. هنا من بعد ما فقنا الصباح غنديرو جولة داخل المدينة اللي كيدوز على المدينة القديمة إلى ساحة 9 أبريل معروفة بسوق دبرة، حتى نوصلوا للقصر مولاي حفيظ، وكيطلع على مقهى حافة اللي معروفة، وكنهبطوا على سور المعاكيز، وكنزيدوا نمشيو نيشان حتى لساحة الأمم، كنكملوا حتى لمحطة طنجة اوتيل هيلتون وفيها مركز تجاري، ونوصلوا الكورنيش مالاباطا حتى نوصلوا فيلا هاريس هي تيرمينيس ديال الرحله. من تما كيدير رون بوين وكيرجع لمارينا طنجة حتى كان يوصل لميناء طنجة. هذه هي الرحله ديال داخل المدينه. كيف قلت لكم ماشي بالضروره ديروا الجولات بجوج في نهار واحد، عندكم 48 ساعه تقدروا تستراحوا والغد ليه تكملوا الجوله، وانتم ليكم حريه الاختيار. نتمنى الجوله تكون عجباتكم، وما تنسوش تشتركوا معايا في القناه باش يوصلكم كل جديد. نتمنى انني نكون عطيتكم معلومات كافيه، واللي عندها شي معلومات وحدين اخرين تخليهم لينا في التعاليق باش هكا كلشي يستافد. الناس كيبغيو يسافروا وما تكونش عندهم معلومات وما عارفينش، من الاحسن ياخذوا فكره قبل ما يمشيو. وعطله سعيده للجميع.